هل تخيلت يوما أن تنام على وسادة من جليد وفرشة من ثلج؟ مشهد ليس من صنع الخيال بالطبع، إنما هو واقع تعيشه في فندق جليدي بأروقته وغرفه وأثاثه وحتى أدواته. معا سنمضي يومنا في فندق الجليد الواقع في مقاطعة لابلاند شمال السويد لنعرفك على المكان وتعيش التجربة. تقتطع ألواح الجليد لبناء الفندق من نهر التورن المتجمد، حيث يتميز النهر بعذوبة مياهه ونقاوتها، ويبنى الفندق من 24 طن من الثلوج و1000 طن من الجليد، وترصف الممرات بالثلوج باستمرار منعا لانزلاق الزوار والنزلاء. يقتصر عملي هنا على قياس سمك الجليد على النهر ومعرفة كيفية نموه ونوعيته، وأقوم بذلك عن طريق صنع حفرة في الجليد مستعملا شريط القياس. يعد نهر التورنة بمثابة القلب لفندق الجليد، حيث يستخرج من هنا الجليد المستخدم لصناعة كل شيء في الفندق من الألواح الجليدية والتماثيل. ولهذا للنهر أهمية كبيرة، وما كان لفندق الجليد أن يبنى بدونه، لأن ماء هذا النهر نقية وصافية وخالية تماما من الشوائب. الفندق الذي يشيد في خريف كل عام ينكب على نحته مجموعة من الفنانين من مختلف أنحاء العالم. في البهو تطالعك الأعمدة التاريخية والثريات البراقة، أما التماثيل الموزعة في الزوايا فهي تعكس صفاء المكان ونقاوة أجوائه. نبدأ بناء فندق الجليد في نهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر، وأول ما يتم بناءه هو صالة الأعمدة، وهي أكبر صالة في فندق الجليد، وتتفرع صالات وممرات عدة من البهو، ويحتوي كل ممر على 60 غرفة، 20 منها هي الغرف الفنية، ويحضر كل عام ما بين 150 و200 فنان يقصدون الفندق كل عام لتصميم أحد الغرف الفنية، ويتم اختيار الفنانين من قبل هيئة خاصة يعملون على مرحلتين، ويكون لديهم أسبوعين لإتمام نحت الغرف. من البهو سننتقل إلى الأجنحة المنتشرة في الممرات، والبالغ عددها 60 غرفة، وكل غرفة تروي حكاية مصممة وفق فكرة طريفة تمنحك فرصة النوم في الثلاجة أو بين أحضان الدببة بسلام على سبيل المثال. الآن حان وقت النوم، وما عليك إلا التزود بالعتاد اللازم للاستمتاع بليلة جليدية دافئة. I'm here with my mother, and we didn't really read up or anything about the experience before we came, so we were quite. أنا هنا مع أمي. لم نقرأ في الحقيقة أي شيء عن التجربة قبل أن نأتي، لذا كنا بسطاء للغاية ولا نعرف ماذا سنتوقع. وصلنا ودخلنا غرفتنا فوجدنا اسمها البراد، وإذا هي ببراد ضخم يحتوي على برتقال وسرير منحوت بطريقة جميلة، وكذلك عبوات حليب وبيض، جعلنا نضحك للغاية. أمضينا ليلتين سابقتين وعدنا في جولة سياحية للتعرف أكثر على المكان ونعرف المزيد عن الفنانين، ونجول بين الغرف ونقف عند تصاميمها. يشهد الفندق حركة نشطة من النزلاء والسواح للتعرف إلى تلك التجربة المتميزة بذاتها، ويقطعون آلاف الأميال لاكتشاف سحر المكان وغرابته. من نهر التورن المتلألئ يولد فندق الجليد في الشتاء، ومع بدء ارتفاع درجات الحرارة يبدأ الفندق بالذوبان ليعود أدراجه إلى أحضان التورن مجددا، منذرا بقدوم فصل الربيع. Alltså det är ju märkligt, det är bara vatten vi jobbar med.
إنه شيء غريب حيث نعمل نحن على الماء الذي توقف ساكنا من أجلنا ليتسنى لنا استعارة هذه اللحظة من الجليد. وعندما يأتي الربيع وترتفع الحرارة نشكر عندها نهر التورن ليتدفق فنا من جديد إلى أحضان النهر، وهذا شيء ساحر وخاص للغاية. Det är magiskt. Det är väldigt speciellt. رانيا الأخضر من مقاطعة لابلاند لبرنامج محطات.